السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله يلقاكم الفيديو هذا بخير على خير، انتم والعائلة نتاعكم الكريمة، زواجكم ولادكم، واش راكم مع رمضان، واش راكم مع الصيام، واش راكم مع القيام، واش راكم مع قراءة القرآن. ربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم جيتكم بطبق جديد، وصفة يعني واش نقولكم من اروع الوصفات اللي انا نحبها ونعشق فيها. هذه الوصفة نديرها في الفطار، نديرها في رمضان، نديرها كي يجيني ضيف، يعني وليت مدمنة عليها، والعائلة نتاعي كل يعرفوا الشيء هذا وهزوا الوصفة هذه وعادوا حتى هما يديروا فيها. يعني من أروع الوصفات. هيا ما نطولش عليكم، شهيتكم في الجنة، ندخل مباشرة للوصفة. أنا عندي هنايا شوية سكالوب، وعندي هنايا لي زيبيس، عندي راس الحانوت، عندي توابل تاع الشاورما، عندي ملح، عندي فلفل الكحل، وعندي زنجبيل. نعاود يعني باش ما ننساش، ملح فلفل الكحل، عندي راس الحانوت، وعندي التوابل تاع الشاورما. ولا ما عندكمش انتم تكتفيوا فقط براس الحانوت، بس حزيت تمدلها بنا هذه التوابل تاع الدجاج. وعندي هذا وشويه ملح وفلفل الكحل. تقدروا ديروا حتى شويه زنجبيل، شويه كركم. انا خليتهم الكل يعني مده هكذا في الثلاجه. جبت الان طنجره، خليتهم لازم ديما تديروهم وتخليوهم في الثلاجه مده باش يكتسبوا البنه هذيك. جبت طنجره، حطيت فيها شويه بصل وثوم، خليتهم يتقلاو مليح. انا هنا بعد خذوا مده هما يتقلاو. هاني جبت السكالوب نتاعي هذاك ضفته. وديما نتوما شوفوا انا درت يعني فقط لان ماناش في عيله كبيره، وهذا الطبق يعني بروحه زكي. يعني الطرف نتاع الدجاج يدير لك يعني بلا ما شاء الله، يعني هو زكي. بعد هذوك تشوفوا يعني الطريقه، خليته يتحمر هنا مليح مع البصل والثوم. ها شوفوا التوابل مدت له لون ما شاء الله. وديروا نتوما التوابل اللي تحبوهم، يعني عطيت لكم التوابل تاعي اللي نديرهم انا، وانتوما كل وحده واش يفضل. انا خليتهم يتقلاو هاكم تشوفوا فيهم، غطيت عليهم ونقصت النار، وساعه على ساعه باش ما يتحرقوليش نتفقدهم. هنا زدت الفطر المعلب وخليته حتى هو ثاني يتقلى معاهم. انا درت شويه زبده وزيت في الاول، ودرت السكالو بصل والثوم، ومن بعد هاكم شفتوا الخطوات الاخرين. خليتوها تقلى مليح، لازم حتى هو ياخذ الطعم تاع لي زيبيس والدجاج. خليوه يتقلى مليح، ما تزربوهش كما يقولوا ناس بكري، باش تجيك ماكلتك بنينه. طيبي على الشمعه ومرقي بالدمعه، يعني طيبي على نار هادئه جدا، والماء ما تحاولي انك ما تكثريش. انا شوف الطبسي هذاك اللي حطيت فيه السكالوب، هاني هو حطيت فيه الماء ومرقته باش ما هذوك اللي يعني التوابل ما يروحوش هكذاك خساره. والماء حاولوا ما تكثروش، هاكم تشوفوا فيا فقط يعني غطيتهم فقط ونقصت النار خلاص وخليتهم يطيبوا. الان جبت باش ندير بيشاميل. هاي لصقت الزبده يا سيدي، لصقت في المغرفه. ديما شوفوا البيشاميل ديما مغرف زبده تقابلها مغرف فارينه. ديروا 2 مغارف زبده، ديروا 2 مغارف فارينه. انا الكميه قليله، درت مغرف زبده ومغرف فارينه، يعني مغرفه بومبي معمره. شوفوا الطريقه نتاعي انا الطريقه نتاعي اني بعد ما نحمص الزبده والزبده ومليح والفارينه نزحها للنار. ديما هذه الطريقه نتاعي، وتجيكم صدقوني غتجيكم بيشاميل تهبل. وتضيفوا شويه فقط تاع الحليب في الاول، تضيفوا فقط كميه صغيره تاع الحليب وتخلطوا هنا، وانتم منازعينها من النار هكذا. تتحكموا في القوام كما حبيتوا. كي تخليوها على النار تزربكم وتحرق، وهذه الناس اللي ما تصلحولهاش البيشاميل. انزعوها من النار بعد ما طيب الزبده والفارينه شويه، وضيفوا كميه قليله فقط نتاع الحليب وخلطوا. من بعد هنا ضفت كميه اخرى. وحاولوا في المرحله هذه ما تضيفوش كميه كبيره تاع الحليب، ضيفوا. ومن بعد اذا كان جاتكم عاقده كي تنزعوها من النار زيدوا شويه. دوك تشوفوا هنا الطريقه نتاعي وتجيني ما شاء الله. الطريقه هذه نخدم بها سنوات وناجحه 100%. شوفوا هنا، شفتوا كيفاش عقدت لي. انا هنا نشوف فيها باللي جات شويه خاثره. هنا واش راح ندير؟ نزعتها من النار وراح نزيد لها هنايا شويه حليب هكذا. راكم تتحكموا في القوام نتاعها كيما تحبوا، ما تجيكم كيما نقولوا مايها، ما تجيكم عاقده بزاف. نزعتها من النار وضفت لها كميه تاع الحليب
وهاني نخلط فيها. شوفوا كيفاه جات، تقول كريم باتيسيير، تجي ما شاء الله. انا هنيا ضفت لها، راح لي المقطع، ضفت لها شويه فرماج وضفت لها شويه ملح، وهنايا راني ضفت لها الفلفل الكحل، بصح ضفت لها من قبل شويه فرماج، راح لي ما كنتش نصور، ما فهمتش كيفاش. هاو باين، هاو قطع تاع الفرماج هاي باينه وانا نخلط فيها. هذوك راهم قطع تاع فرماج مش كتل تاعها نتاع الفارينه. هاي لاصوص هذيك تاع البيشاميل والدجاج. شوفوا الماء، المرقه كميه قليله جدا، وهذه هي البيشاميل، وهذه البطاطا مقليه. انا قليتها من قبل باش ما يجيش الفيديو طويل. حطيت الطبقه الاولى نتاع البطاطا، وحطيت فوقها حطيت فوقها عفوا هذيك الدجاج اللي طابت لي مع الشامبينيون، نفرشوا هكا طبقه من الفوق. وقلت لكم باللي هذا راهو يجي زاكي. والان راح نديروا طبقه من الفوق نتاع بيشاميل، نغطيوها كامل. ثم الان واش راح نديروا جبن مرحي من الفوق. انا بعد ما غطيت كامل هذيك الطبقه نتاع الدجاج والشامبينيون، راح هنايا ناخذها. عندي شويه جبن مرحي، انا رحيت كميه باش يعني نعتلكم برك، لكن من بعد كملت هكذا يلصق لي. نحب نرحيه مباشره بلا راب فوق البلا، لكن كي نرحيه وحده في الطبسين بعد يلصق. انا كملت رحيته فوق البلا، وديروا في يطيب مده 21 دقيقه، وحتى نشوفوا لاصوص هذيك نشفت وتعلكت. يعني جا واش نقول لكم، جا واحد الطبق ما شاء الله ما شاء الله. يعني واش نقول لكم، قمه في البنه. ريحه الكوزونه ما تصوروش قداش. شوفوا كيفاه جا معلك مفرمج. يعني واش نقول لكم، واحد البنه روعه. شوفوا خليوا لاصوص هذيك تنشف تماما. لهذا البلا هذا ما يحبش تبقى فيه المرقه، هذيك لاصوص لازم تنشف. نصيحه اللي نعطيها لكم هنا، حاولوا تختاروا الشامبينيون المليح. كاين شامبينيون واحد يجي تقول نيرون تاكلوا فيه. حاولوا نتوما تختاروا النوعيه تاع الفرماج مليح، والنوعيه تاع الشامبينيون ثاني تكون جيده. شوفوا كيفاه جا، يعني من اروع الاطباق. واش نقول لكم، هذا اللي نحبها ونعشقها انا، وعلى بالي نتوما ثاني راح تحبوه الطبق هذا وتصبحوا مدمنين عليه كما راني مدمنه انا عليه. يعني جا قمه في البنه، معلك مفرمج مع الدجاج هذاك، مع التتبيله هذيك. واش نقول لكم، جاء من اروع الاطباق اللي نجربها انا. ان شاء الله تكون الوصفه هذه تاع اليوم عجبتكم، ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.